ولنقاش هذا الملف ينضم إلي من مدريد الطالب علي سالم، ناشط سياسي صحراوي. أهلا بك الطالب معنا. كما تنضم إلي من بوتسوانا الأستاذة رينا باسيست محررة الشؤون الأفريقية في الإذاعة الإسرائيلية. أهلا بك أستاذة رينا معنا. ومن الرباط دكتور عبد الفتاح نعوم الباحث بالشؤون السياسية والاستراتيجية. أهلا بكم جميعا. ودعوني أن أبدأ هذا النقاش مع دكتور عبد الفتاح. دكتور عبد الفتاح، كيف تلقت الرباط وتلقى المغرب هذا الاعتراف الإسرائيلي، وما أهميته بالنسبة للجانب المغربي في هذه المرحلة؟ أهلا وسهلا بك وبضيوفك. في تقديري هذا الاعتراف شأن الاعترافات الدولية الأخرى يأتي في سياق مجموعة من التراكمات التي عمليا بدأت قبل 3 سنوات. هذه التراكمات التي بدأت منذ أن تم تحرير معبر القرقرات وطي هذا المناورات البئيسة التي كان يقوم بها المرتزقة إلى غير رجعة. جاء الاعتراف الأمريكي، جاء الاعتراف الإسباني، الاعتراف الألماني، جاء الموقف الإيطالي، الآن اتفاق الصيد البحري الذي جاء في صيغة جديدة أقفلت الباب على كل المناوشات التي كانت تحدث سابقا. أيضا حتى كل التشويشات التي كانت تطال العلاقات المغربية الإسرائيلية من هنا ومن هناك، بخصوص أنه هناك ارتباط بين استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية مقابل مقايضات معينة تتعلق بالقضية الفلسطينية. هذا كله انتهى. ثبت أن المغرب له ثبات على مواقفه بخصوص القضية الفلسطينية، رفض الاستيطان، الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولة فلسطينية على أساس القانون الدولي. أيضا أنه قضية الصحراء المغربية والاعتراف بها لا يعني بالنسبة للمملكة المغربية أنها تقايض أي موقف من مواقفها. المغرب يصنع تحالفات، يصنع تحالف على مستوى الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، مجموعة تغيرات جيوسياسية هي قواعد ومعادلات كبرى إقليمية ودولية المغرب يصنعها، بينما المحور الآخر ما يزال يجدر نفس الكلام، يعيد نفس المواقف، يراوح المكان. ربما حتى قادة الجزائر ومعهم بوليزاريو تحولوا إلى نشطاء فيسبوكيين يبحثون عن ترهات الكلام من هنا ومن هناك، بدل الرهان على أن يبحثوا عن موقع داخل المعادلات الجارية التي شاءوا أم أبوا سيذهبون فيها في نهاية المطاف. ثم هناك شيء آخر مهم جدا ينبغي أن نعم دكتور عبد الفتاح، حتى موقف الأمم المتحدة الكلام الذي قاله غوتيريش في فرنسا مهم جدا، الذي قال أنه المشكل القانوني بخصوص هذا النزاع المفتعل هو بين موريتانيا وبين المغرب. أما بوليزاريو والجزائر فلا علاقة لهما قانونيا حتى بهذا الموضوع، ولا شخصية قانونية لهما أن يتكلم عن هذا الموضوع. بل أكثر من ذلك هو أنه قرار مجلس الأمن المقبل الذي يتحضر سيكون فيه تطورات مهمة كما أوجع. سنتابع هذه التطورات دكتور عبد الفتاح. سيوجعهما القرار المقبل أكثر وأكثر. طيب ابقى معي لو سمحت. أستاذة رينا، كيف يمكن قراءة هذا الإعلان وهذا الموقف الإسرائيلي في هذا التوقيت؟ لأننا نعرف أن لربما كانت هناك العديد من الأسباب التي جعلت إسرائيل لربما في التأخر في هذا الاعتراف. نذكر وتحدثنا كثيرا خلال برامجنا على أن أسباب عدة لربما أثرت على الجانب الإسرائيلي تتعلق بأن إسرائيل تحسب على المعسكر الغربي، ونعرف أن العديد من الدول الأوروبية لم تعترف رسميا حتى هذه اللحظة بمغربية الصحراء، بالإضافة إلى تحركات جزائرية عدة في قمم الاتحاد الإفريقي ضد إسرائيل. يمكن أن نقسم الأمر إلى قسمين. مصلحة إسرائيل، رأينا مؤتمر منتدى النقب الذي تم تأجيله ل5 مرات. نرى إسرائيل تنظر بأن تخطو المغرب الخطوة الأولى وأن تقوم بفتح سفارة كاملة في تل أبيب بدل من مكتب تمثيلي، ورئيس الوزراء نتنياهو ينتظر زيارته الأولى في المغرب، وهو هدف حدده نتنياهو. وأنا أقدر أن الإعلان الإسرائيلي، رغم أن حتى الآن لم نسمع عن إقرار إسرائيلي رسمي بسيادة المغرب على الصحراء، نحن بصدد صفقة، وإسرائيل تنتظر من المغرب أن تقوم بنصيبها من الصفقة متمثلة بفتح سفارة. وربما رئيس الوزراء نتنياهو يتوقع بأن يتم دعوته
لزيارة الرباط. من الناحية الثانية ذكرت مسألة الجزائر وقلق إسرائيل من أن يؤثر هذا على قبولها كدعوة مراقبة في الاتحاد الإفريقي. لافت هذا الإعلان الإسرائيلي أنه جاء بعد ساعات من زيارة وزير الخارجية إيلي كوهين في كينيا. التقى هناك بوزير الخارجية الكيني ومسؤولين أفارقة آخرين تواجد في نيروبي في ذات اليوم في إطار مشاركتهم في لقاء للاتحاد الإفريقي، وتم طرح هذا الملف. ربما هذا ساهم للإعلان الذي جاء اليوم. شعور في إسرائيل هو أنه حتى رغم معارضة الجزائر فلإسرائيل لديها أوراق ودعم في دول الاتحاد الإفريقي ليتم تجاوز هذه المعضلة. نعم، ونرى بالفعل كل هذه التحركات الإسرائيلية في القارة الإفريقية. وتحدثت عن الزيارات التي أيضا يقوم بها في هذه المرحلة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى القارة الإفريقية. طالب، كيف تنظر جبهة البوليساريو إلى هذا الاعتراف الإسرائيلي ومعها الجزائر أيضا؟ السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. طبعا هو يعتبر استعراف من لا يملك بمن لا يستحق. فإسرائيل نفسها ككيان لم تستطيع الحصول على شرعية طيلة أكثر من 60 سنة، فكيف لها أن تعطي الشرعية للمغرب على سيادة مزعومة على الصحراء الغربية؟ فنحن نعتقد أنه إعلان إسرائيل اعترافه بسيادة ما يسمى سيادة المغرب على الصحراء الغربية لن يغير من الجوهر القانوني للقضية الصحراوية التي لا زالت مصنفة عند الأمم المتحدة كقضية تصفية الاستعمار، وهذا لم يغيره ما يسمى باعتراف ترامب، ولم يغيره أي نوع من الاعترافات الأخرى التي يقول المغرب أنه حصل عليه. فقضية الصحراء الغربية لا زالت تعتبر حسب القانون الدولي وحسب الأمم المتحدة قضية تصفية استعمار. هذه في النقطة الأولى. وفي النقطة الثانية وعلى الجانب القاري، الاتحاد الإفريقي وهي المنظمة القارية لا زالت تعترف بالجمهورية الصحراوية كدولة كاملة العضوية. فالسؤال المطروح حقيقة هنا عند تداولنا لهذا الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى سيادة المغرب على الصحراء الغربية، السؤال الحقيقي المطروح هو ما الذي قدمه المغرب في المقابل لإسرائيل؟ سيفتح المغرب سفارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليعترف لإسرائيل بالسيادة على هذه الأراضي المحتلة؟ هل ستبارك إسرائيل كل التدخلات وكل العنف الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني؟ هل سيبارك ويصفق المغرب في التدخلات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى في إسرائيل؟ هل سيقوم المغرب بتسليم كل النشطاء الحقوقيين وكل السياسيين الفلسطينيين المتواجدين في المغرب؟ طبعا هذا القرار لا يعطي القضية الصحراوية سوى أكثر عدالة، ويعطيها أكثر دعم، ويعطيها أكثر ضخم داخل المجتمع وداخل الدول العربية التي تدعم القضية الفلسطينية ولا زالت متمسكة بالقضية الفلسطينية. فعندما نرى المغرب يلجأ إلى إسرائيل المغرب رغم كل العلاقات، إلا أن المغرب كان له العديد من البيانات التي أدان بها كل التحركات الإسرائيلية فيما يتعلق بسياستها ضد أو فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني. السؤال الجوهري والمطروح هنا هو إذا كانت الصحراء الغربية حقا أراضي مغربية، لماذا المغرب يحتاج إلى اعتراف من إسرائيل وهي دولة محتلة كذلك؟ هذا دليل واضح على العزلة التي يتواجد فيها المغرب، التي تخلت عنه كل الدول التي كانت تدعمه. هو الاتحاد الأوروبي، أريد أن أعلق هذا الأمر بقرار الاتحاد الأوروبي الذي قرر اليوم تعليق اتفاقية الصيد التي تربطه مع المغرب لأنها تشمل الصحراء الغربية. والاتحاد الأوروبي لا يعترف أنها الصحراء الغربية جزء من المغرب، بل يعترف أنها جبهة البوليساريو هي السيد على هذه الأراضي. فالمغرب يتلقى ضربات من هنا ومن هناك، ولم يبقى له في هذه العزلة سوى اللجوء إلى إسرائيل للحصول على بعض من الاعتراف. طالب، إن سمحت لي إلى الإعلان الهام ولهذا العجل من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الذي يقول أن الاعتراف بمغربية الصحراء تعتبر خطوة مهمة لتعميق الاستقرار والسلام. هذا ما أعلنه الآن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بعد الرسالة التي قام بتقديمها أو بإرسالها رئيس
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاهل المغربي. دكتور عبد الفتاح، يعني طرح هنا الطالب نقطة مهمة، ما الذي قدمه المغرب لإسرائيل بعد هذا الاعتراف أو ضمن هذا الاتفاق للاعتراف بمغربية الصحراء؟ هل بالفعل نتحدث فقط عن فتح سفارة لها في تل أبيب أم لربما سنرى أيضا تحركات إسرائيلية في الشمال الإفريقي؟ ويعني قبل حينما استؤنفت العلاقات هذا الكلام سمعناه كثيرا، يعني المغرب قيل انه يعني استأنف علاقاته مع اسرائيل مقابل ماذا؟ هل تنازل عن موقفه من القضيه الفلسطينيه؟ هل باع الفلسطينيين؟ قيل هذا الكلام كثيرا، بل اكثر من ذلك انه حتى بعض الاوساط الاسرائيليه تقول نفس الكلام، يعني هي تعتقد انه المغرب هو يعني الذراع الذي يمكن ان يلوى له هو قضيته الوطنيه، بمعنى سنعترف لك بمغربيه الصحراء مقابل هذا. يعني ثبت خطأه ومرت مجموعه من الاختبارات بعد استئناف العلاقات تأكد فيها أنه المغرب استأنف العلاقات مع إسرائيل لكنه لم يتخلى عن القضية الفلسطينية. حينما تم اجتياح الشيخ جراح كان المغرب موقفه واضحا، حينما تم التعدي على المصلين كان موقفه واضحا، في قضية الضفة الغربية والاستيطان كان موقفه واضحا، حينما كانت الاعتداء على غزة كان موقفه واضحا. يعني جميع الاختبارات التي مرت من هذه العلاقة تأكد حتى للإسرائيليين أنفسهم أنه المغرب لا يمكن أن يقول لأنكم اعترفتم أو ستعترفون بمغربية الصحراء سنتنازل لكم عن فلسطين. هذا يعني أمر ثابت، أصبحت حتى يعني صناع القرار في إسرائيل أصبحوا يعرفونه، بل وتم يعني الاعتراف بمغربية الصحراء لا من طرف رئيس البرلمان ولا الآن من رئيس الحكومة بناء على هذه المعادلة الثابتة التي تأكد أنها لا تتغير. من ناحية أخرى كيف يعني يقول لك يعني الناس أو الإخوة على الضفة الأخرى في الجزائر وحتى في يعني عناصر بوليزاريو يقولون أنه هذا الاعتراف الأمريكي لا يعني شيئا، الاعتراف الألماني لا يعني شيئا، الموقف الإسباني لا يعني شيئا، الاعتراف الإسرائيلي لا يعني شيئا، وهم بالمقابل هم أنفسهم يعتبرون مجرد جلسة دبلوماسية مع إسرائيل يعتبرونها شيئا مدانا وله معنى دبلوماسي وفكا للعزلة الإسرائيلية. يعني باءكم تجر وداؤنا تجر يعني المنطق الدبلوماسي. الطالب لو سمحت أعطيك المعقب بعد قليل. لا تقاطعني. لا يمكن مقاطعة. طالب لا نقبل بالمقاطعة لو سمحت. بالمقاطعة. التزم، احترم نفسك. دكتور عبد الفتاح لو سمحت. نعم أكمل الفكرة. الطالب سأعطيك حق الرد. تفضل. حينما يقولون أنه المغرب تنازل وما تنازل وهذا الكلام، يعني عن أي تنازل في أوهامهم، تنازل هذا في أحلامهم، بل هم المشكلة لديهم أنهم لا يعرفون أن يعني ترافع المغرب عن عدالة قضيته وصل حتى داخل الأمم المتحدة إلى مستويات متقدمة. الآن وجود القضية في اللجنة الرابعة هو التباس قانوني لا معنى له، لأن القضية مسجلة كقضية أمن وسلم. يا أخي غيروا في دينكم هذه الفكرة. القضية ستسحب عاجلا من اللجنة الرابعة، وهذا هو المسار الذي تمشي فيه. ثم المسألة الأكثر التي ينبغي أن تنتبهوا إليها بجملة لو سمحت، منذ العام 2007 مجلس الأمن الذي يحتكر حصرية هذا الموضوع يدافع عن الحكم الذاتي. 3 قرارات الآن مرت ومنذ العام 2018. وصلت الفكرة دكتور عبد الفتاح. تسرون وتراوحون المكان، ترفضون الموائد المستديرة، فشلتم في الموائد المستديرة في مرتين. دكتور عبد الفتاح لو سمحت، قراران يعني لماذا ترفضون؟ يعني وصلت الفكرة. أسأل أخ طالب. لا دكتور عبد الفتاح أنا أسأل في هذا البرنامج لو سمحت. قرار 26 54. نعم لو سمحت دكتور عبد الفتاح. أستاذة رينا، الطالب دكتور عبد الفتاح لا يمكن أن أستمر بهذه الطريقة. أريد توجيه سؤال إلى أستاذة رينا. أستاذة رينا، ما المتوقع أن تقوم به إسرائيل في الشمال الإفريقي بعد هذا الاعتراف، بما معناه ما هي الطموح الإسرائيلية في هذه المنطقة، خاصة وأنه معروف للجميع أن ربما المغرب هي البوابة لدخول إسرائيل إلى الشمال الإفريقي؟ بالتأكيد، وتوطيد العلاقة والارتقاء الهام جدا في العلاقة. وأنت ذكرت قبل عدة ساعات تعيين ملحق عسكري إسرائيلي أول في المغرب. هذا ارتقاء في العلاقات يعكس الرغبة الإسرائيلية في تقوية العلاقات مع الدول العربية ومع الشمال الإفريقي ومع القارة الإفريقية برمتها. ونحن نرى الأولوية التي توليها إسرائيل للعلاقات مع أفريقيا. هذا ليس بالجديد، نرى هذا يمتد لعقد أو عقد ونصف من الزمن. وإذا ما سأعود للزيارة التي قام بها وزير الخارجية إيلي كوهين إلى كينيا، نحن سمعنا تقارير من وزارة الخارجية أنه كانت هناك لقاءات للوزير كوهين مع على ما يبدو وزير خارجية أو زعيم لدولة إفريقية إسلامية لا علاقات لها مع إسرائيل. هذا اللقاء
عقد في إطار اجتماعات الاتحاد الأفريقي في نيروبي، وهذا يعكس المحاولات الإسرائيلية لتعظيم علاقات إسرائيل مع أفريقيا. نحن لا نعرف عن أي دولة الحديث، هل هي مالي أو نيجيريا أو موريتانيا ربما، وهذا سيعزز علاقات إسرائيل مع القارة الأفريقية وتحديدا مع شمال أفريقيا. يعني الطالب بالفعل نرى أن إسرائيل معنية في تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، ونعرف في المقابل أن الجزائر ترفض رفضا قاطعا كل هذه التحركات الإسرائيلية في المنطقة. ولكن ما خياراتكم في ظل هذا، وما يمكن وما يعني المتوقع، ما من خطوات متوقعة للجزائر بعد هذا الاعتراف وفي ظل كل هذا تعزيز التواجد الإسرائيلي في المنطقة؟ أعقب بطريقة سريعة على ما قاله ضيفكم، أنه الموقف المغربي واضح من جانب القضية الفلسطينية، وأن المغرب يدعم القضية الفلسطينية. والله الموقف المغربي بقي واضحا اليوم، لأنه موقف خائن للشعب الفلسطيني، حيث يستقبل الوزراء الإسرائيليين في المغرب ويرحب بإسرائيل ويفتح قنصلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الموقف المغربي بقي واضحا اليوم، ويعتبر خيانة للشعوب العربية التي كانت تؤمن ولا زالت تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية وعدالة القضية الصحراوية. الموقف المغربي واضحا اليوم، وبقي واضحا لكل المغاربة الأحرار الذين لا زالوا يرفعون الأعلام الفلسطينية وينادون في مظاهراتهم، ينادون بشعارات تنادي من أجل تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة. فالموقف المغربي بقي واضحا اليوم، وهو نتيجة لفشل الدبلوماسية المغربية في محاولة شرعنة احتلالها على الصحراء الغربية بدون مقاطعة. جوابا على سؤالك ما هي يعني الخيارات الموجودة لدى الشعب الصحراوي، يعني يجب أن نشير هنا على أنه هذا الاعتراف يعني يزيد من التوترات ما بين المغرب ودول المنطقة بما فيهم الجزائر وموريتانيا، لكنه هذا الاعتراف كذلك يعطي للقضية الصحراوية ديناميكية جديدة تؤكد على أنها قضية عادلة، لأنها إذا كانت الصحراء الغربية أراضي مغربية لما لجأ المغرب إلى أمريكا، لما لجأ المغرب إلى إسرائيل لكي تعترف له بالشرعية على هذه الأراضي. فنحن بكل اختصار نتحدث عن دولة أو كيان محتل يحاول أن يشرعن دولة أو كيان محتل آخر وهو المغرب، وهو يعني يوضح بطريقة واضحة ضعف كلاهما، ضعف إسرائيل وفشلها في محاولة تمرير احتلالها للأراضي الفلسطينية، وضعف والدولة المغربية أو الاحتلال المغربي ومحاولة تمريره لاحتلاله للصحراء الغربية. وهذا طبعا كما قلت لم يؤثر على طبيعة القضية الصحراوية، لكنه سيؤثر على الحكومة المغربية التي بدأت اليوم أمام الشعوب العربية أكثر صهيونية من الصهاينة نفسهم، أكثر إسرائيلية من الإسرائيليين نفسهم. وأريد أن أطرح سؤال بطريقة يعني صريحة على ضيفكم: لماذا الملك المغربي الذي يترأس لجنة القدس اليوم يعلن أنه سيفتح سفارة في تل أبيب وهي أراضي فلسطينية محتلة؟ يمكن أن تفسر لنا هذا؟ طبعا الجواب واضح، وهو اصطفاف نظام الاحتلال المغربي مع نظام الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي. طيب دكتور عبد الفتاح تفضل، تريد تعقيب بجملة لو سمحت؟ نعم. لا، هو يعني الأخ طالب لا يعرف حتى قرار التقسيم ولا يعرف قرارات مجلس الأمن بخصوص وقرارات الأمم المتحدة بخصوص فلسطين. يعني حل الدولتين تتبناه الجزائر، يعني موقف المغرب هو موقف الإمارات، هو موقف مصر، هو موقف الأردن. السفارة، حدثنا عن السفارة التي ستفتح في الأراضي الفلسطينية. لو سمحتوا لنعود إلى لا لو سمحتوا طالب، هل يمكن أن لا طالب لا يمكن أن نستمر بهذه الطريقة. لو سمحتوا ونزل ومنحط طالب لو سمحت من فضلك يعني دعني أكمل كلامي. طيب دكتور عبد الفتاح بجملة لو سمحت. وضح الفكرة. أو أساسا حتى الإسرائيليون المتطرفون أنفسهم الذين يريدون القول أنه العلاقة المغربية الإسرائيلية مشروطة بأن تفتح قنصلية يراهنون على القدس، لا يراهنون على تل أبيب. تل أبيب لا تدخل في الأراضي المتنازع عليها في خصوص قرار التقسيم وحل الدولتين. يعني الحل الدولة الفلسطينية على أراضي 67 يعني الضفة الغربية غزة والقدس الشرقية. هذا النقاش يعني لا يعرفه الأخ الذي يتكلم. من ناحية أخرى حينما يقول أنه قضية يعني أتيني بقرار لمجلس الأمن واحد، اتني بقرار واحد لمجلس الأمن يصف. دكتور عبد الفتاح الطالب لو سمحتوا ائتني بقرار واحد لمجلس الأمن، أتحداك على رؤوس الأشهاد. ائتني بقرار واحد. وصلت الفكرة يا دكتور عبد الفتاح. يصف المغرب بالمحتل. ائتني بقرار واحد. طيب أريد أن أوجه سؤال أخير إلى أستاذة. من ناحية أخرى لا وضع قانوني للبوليساريو.
طيب. لا رجاء يا أستاذة بجملة لو سمحت، لم يتبقى لي الكثير من الوقت، وبهذه الطريقة المشاهد لا يمكن فهم الموضوع. لو سمحتما أستاذتي في 30 ثانية لا يمكن أن أستمر بهذه الطريقة. هذا الشخص يقاطع لأنه يرفض أن يسمع الحقيقة. السؤال المطروح المشكلة عنده أنه لا شخصية قائمة. لا لو سمحتما، أريد تعقيب من الأستاذة رينا لو سمحتما. تنظيم مسلح للمرتزقة علاقاتهم مع التنظيمات الإرهابية في الساحل والصحراء. دكتور عبد الفتاح وصلت الفكرة. دولة فاشلة هي الدولة الجزائرية. طيب الطالب لا يمكن بهذه الطريقة، لو سمحت من فضلك. منطقيا أنت تتكلم عن إسرائيل وعن من قال لك أنه المغرب يبحث عن طيب لو سمحت. المغرب في لا حررها بالدماء. لو كنت طيب أستاذة رينا أريد أن أوجه الآن سؤال إلى أستاذة رينا، سؤال أخير.